غيابات بالجملة، غيابات بالجملة تضرب النادي الأهلي. غيابات زي ما أنت عايز تقول قول، زي ما أنت عايز تعد عد. غيابات بالجملة هنقولها مع بعض، بس نبدأ الكلام الأول بذكر الله. فلا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عد غنماتك يا جحا، واحدة واقفة وواحدة نايمة وواحدة طايرة وواحدة بص في السماء، وزي ما انت عايز تقول قول. النادي الأهلي داخل على مباراة المصري يوم 26 بعد بكرة بغيابات. بص بالجملة وهنقول غياب وهنقول حاجة وهنقول تفاصيل التفاصيل. بس لايكك وشيرك واشتراكك نوصل الحلقة دي لكل أهلاوي بينتمي لهذا الشعار. تعظيم سلام لكل أهلاوي على كوكب الأرض. بصوا يا جماعة، أكاد أن أجزم إن مفيش دولة في العالم ما فيهاش أهلاوية. الأهلاوي شعار محطوط في كل مكان في العالم، شعار محطوط وكيان بيعشق هذا الشعار محطوط في كل كيان في العالم. الأهلاوية في كل مكان بيضربوا تعظيم سلام للنادي الأهلي ولإدارة النادي الأهلي ولكل واحد بينتمي لهذا الشعار. نخش في موضوعنا على طول. طيب، النادي الأهلي بعد بكرة هيلاعب النادي المصري وغيابات بالجملة. واحد، نبدأ من ورا لقدام. واحد، خالد عبد الفتاح للطرد، تمام. محمد طاهر للإصابة. حسين الشحات للإصابة. إمام عاشور للإصابة. وسام أبو علي للإصابة. إيه يا جماعة ده غير الإصابات الطويلة. علي معلول بتاع الزغلول اللي لو كان موجود كان حط بص يلا ربنا يرجعك بالسلامة يا ولو، تمام. يعني إصابات بالجملة، غير الثلاثة بتوع المنتخب الأولمبي اللي بيلعب حاليا دلوقتي، يا ربنا يوفقهم. محدش يعرف حاجة. النادي الأهلي ومباراة الأهلي وبيراميدز غطت على كل حاجة. غيابات بالجملة تضرب النادي الأهلي، ولكن الأهلي زي ما كلنا عارفين الأهلي بمن حضر وفي أي مكان وفي أي ظروف وتحت أي ضغوط. النادي الأهلي خلاص خطوتين 3 على الدوري، مباراتين 3 على الدوري يا باشا، طيب، نخش على كل التوفيق وكل الدعم وتمنياتنا بالتوفيق وتمنياتنا بكل الدعم. وانا واحد من الناس هروح احضر مباراه يوم الجمعه مع المصري يوم 26. انا واحد من الناس هحضرها. فكل التوفيق وكل الدعم للمارد الاحمر. مباراتين 3 وناخد الدوري ونريح اللعيبه كلها. بخلاف ان مارسيل كولر المباراه فاضل له مباراتين ويكسر رقم مانويل جوزيه اللي هو 17 فوز متتالي. هل مارسيل كولر سيكسر هذا الرقم ويتخطى هذا الرقم؟ يعني اخر واحد حصل هذا الرقم وكان خلاص فاضل له خطوه ويكسره فايلر، وصل 16 فوز متتالي وتعطل في ال 17. هل مارسيل كولر سيكسر هذا الرقم ويحط لنفسه رقم صعب تكراره انه يوصل للفوز رقم 18؟ انا بتمنى. اي نعم هيكسر رقم الاسطوره. بص حبيب الملايين وحبيب الجمهور، وزي ما انت عايز تقول مانويل جوزيه رقمك هيتكسر. بس الصراحه مارسيل كولر يستحق وانت تستحق، ما قلناش حاجه، بس عايزين جديد يا باشا. هل مارسيل كولر سيكسر رقم مانويل جوزيه؟ اتمنى
اتمنى. طيب بعد كل هذه الغيابات وبعد كل هذه الاصابات وبعد كل هذه الحكايات والروايات بتقول ان مارسيل كولر هيكسر رقم مانويل جوزيه، انا بقول اتمنى 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 واتمنى دي حط تحتها مليون خط. تمام. مانويل جوزيه زي ما كلنا عارفين يعني بص معشوق الجماهير، معشوق الجماهير، معشوق الجماهير الاهلاويه مانويل جوزيه الساحر اللي كسر كل الارقام. فهل مارسيل كولر هيكسر رقمك؟ اتمنى، انا اتمنى. ليه؟ لان مش بخلاف انه هيكسر رقمك هنخلص الدوري بدري بدري ونريح لاعيبتنا بدري بدري، اللي مصاب واللي مرهق واللي موقوف واللي تعبان. كان الله في عون لعيبه النادي الاهلي، من الاخر كان الله في عون لعيبه النادي الاهلي. تمام. كل التوفيق وكل الدعم للمارد الاحمر، وكل ما تتمنى ربنا ينصرنا على كل من هو بص في غل وحقد في قلبه من ناحيتنا. طبعا كلنا عارفين نادي معمول للمكايده، نادي معمول للمكايده. فهل هو مين بقى؟ هو بيراميدز. تمام. ربنا ينصرنا على كل واحد في قلبه حقد وغل من ناحيتنا. تمام. تمام. طيب فين بقى الايقافات يا باشا؟ فين لجنه الانضباط يا باشا؟ فين لجنه الكرات يا باشا؟ محدش يسأل. كل دول بيبقوا رجاله على النادي الاهلي. فين يا باشا الايقافات اللي كانت بتطلع تاني يوم على الاهلي؟ فين يا باشا؟ ده الراجل المدرب الزمالك ضرب الحكم الرابع في صدره بالبنيتين ولغايه دلوقتي ما توقفش. يا راجل ده احنا عايشين في زمن البزراميط. وزي ما بقول لك عايشين في زمن البزراميط. لما مدير فني اجنبي يضرب الحكم الرابع في صدره بالبنيتين كده وما ياخدش ايقاف لحد دلوقتي، وانت دلوقتي بتطلع تطالبني بايقاف لعيبه بيراميدز؟ طب ازاي؟ طب ازاي؟ حد يفهمنا ازاي؟ لا بل الادهى والاكثر بص سخونه ان نادي الزمالك ما اتمرنش لا امبارح ولا النهارده يا باشا، واللعيبه عامله اضراب علشان مستحقاتها. عشان لما يخسروا من بيراميدز يقول لك اللعيبه كانت عامله اضراب يا باشا، اللعيبه كانت عامله اضراب يا باشا، اللعيبه كانت بقى لها يومين ما اتمرنتش، خلاص اللعيبه بقى لها يومين ما اتمرنتش. كل حاجه ماشيه حوريني يا كيكا وخبيني يا كيكا وزي ما انت عايز تقول قول. ده حاجه بقت فوق الفظيع. فين الايقافات يا باشا؟ ولا هو النادي الاهلي بس؟ فين الايقافات؟ يلا الله يعوض علينا. لايكك وشيرك واشتراكك، لايكك وشيرك واشتراكك عشان ما اطولش عليكم. بشكركم والسلام عليكم.